صديقتان تعاونتا معا وبشكل دؤوب، لكن على أمر غاية في الخطورة. فقد قامت المدعوتان مروى وشهلاء بالاتفاق المسبق على القيام بسرقة الدور التي يصادف أن تكون خالية في ساعة ما. المجرمتان كانتا تطرقان الأبواب في مناطق اليرموك والمنصور، وعند فتح الباب تسألان عن أسماء عشوائية، وإذا لم يفتح الباب تقومان بكسر الأبواب وسرقة الدار. وقد تكرر هذا الجرم 3 مرات، حيث تقوم مروى بواسطة قطعة حديدية تايلبر وتسرقان معا كل ما هو ثمين في هذا البيت. وهنا قامت الشرطة بنصب كمين للقبض عليهما، حيث قام أحد المنتسبين باقتيادهما بعد أن شك بهما إلى مديرية مكافحة إجرام المنصور، حيث اعترفتا بكل جرائمهما. أول بيت طبينا له أخذنا من عنده 12 مليون وذهب. شلون طبيته؟ كسرنا الباب وطبينا. كانت المرأة ما موجودة بالبيت. ايه؟ ايه كسرنا الباب. شو ادريكم يعني؟ لأن هاي المرأة اللي اجت وياها. ايه؟ هي قالت ما موجودة. ماكو أحد بالبيت، دقينا الباب دقينا ما موجود. زين. بعدين؟ كسرنا الباب وطبينا. بيش كسرتي؟ نفس التاجر. انت كسرتي؟ ايه. شلون تقدرين انت؟ امرأة. خشب حديد؟ لا خشب. كم حادثة سويتوا؟ 3 طبينا على بيوت. واحد طلعنا من عنده، طبينا وهو بيت فارغ، طلعنا من عنده فلوس وذهب. والثاني طلعنا من عنده قاصة مال جاهلة وحاسبة وهم ذهب. والثالث الزمانة، هو الزمان المكافحة وجابونا لهنا. مدير مكافحة الإجرام في بغداد الكرخ تحدث عن هاتين المجرمتين وعن تعاون المواطن في القبض عليهما، حيث إن المواطن هو أول من يعلم بمثل هذه الحوادث، وعليه واجب الإبلاغ والتحرك لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. من خلال تعاون أحد المواطنين بالاتصال بمكتب مكافحة إجرام المنصور بالشكوك اللي حصلت له بتردد نسوة 2 شاهدهم عدة مرات، لأنهم قاموا بطرق أحد أبواب الدور والاستفسار عن اسم لا على التعيين. فلتردد النسوة هذا المواطن واللي حصل له شك فيهم تم تسليمه إلى مكتب المكافحة، وعند التعمق بالتحقيق مع المتهمات تبين أنهن ارتكبنا عدة حوادث في قاطع المنصور، في بالذات منطقة اليرموك. الغريب في الأمر أن الجرائم التي حصلت هي على مقربة الدور بعضها من بعض، فنتيجة التحقيق معهم اعترفوا ارتكابهم بعدة حوادث. حادث هذا اليوم محاولة السرقة، ولكن هناك سرقات أخرى، سرقة مصوغات ذهبية، كذلك مبالغ من المال. فعدد السرقات ما بين الشروع بالسرقة والسرقات المرتكبة الآن لحد هذا اليوم التحقيق اللي جرى معهم 4 حوادث. مسؤولية الحد من مثل هذه الجرائم تقع أولا على أصحاب الدار من خلال الحذر من أصحاب النفوس الضعيفة، ومهمة وزارة الداخلية هي مكافحة مثل هذه الجرائم بمجرد الإبلاغ عنها.